عليهم بأعمالهم سبحانه وتعالى، ونبه بكتابته لها على ذلك فقال: ونكتب ما قدموا أي من خير أو شر في الدنيا وآثارهم أي ما سنوه بعد موتهم من سنة حسنة أو من سنة سيئة، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هو اللوح المحفوظ وهو الكتاب. فقال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. يعني ما فرطنا في لوح المحفوظ من شيء، كل شيء محصى ومكتوب في لوح المحفوظ. وفسرها بعض العلماء بالقرآن: ما فرطنا في الكتاب يعني في القرآن من شيء، والآية تحتمل المعنى. وذكر الله عز وجل اللوح المحفوظ وسماه الكتاب، فقال سبحانه: حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم. يعني القرآن مكتوب في الكتاب قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مرتبة الكتابة وهي الكتابة الأساسية، وأوضح دليل عليها الحديث اللي رواه مسلم في صحيحه. رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. لكم يجب 50,000 سنة. ومر معنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الألباني أن الله عز وجل أول ما خلق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو حين إلى يوم القيامة. وهنا أتوقف معكم لأسرد لكم هذه القصة من عجائب القدر. انتوا ليه كده؟ تذكر لنا كتب التاريخ قصة هذا التاجر الإيراني العراقي. كان هذا التاجر يتاجر في البقر أكرمكم الله، وكان يأتي بالبقر من إيران لأنه رخيص، وبعدين يجي يبيع في العراق وسوريا ولبنان، ثم يعود محملا بالبضائع من الثياب وغيرها فيبيعها في إيران. وكان زمان الدولة الإسلامية من الخليج إلى المحيط تمشي فيها بدون جواز بدون تأشيرة. التأشيرة هي أنك مسلم، ودمت مسلم تطلع من المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر وتعدي فلسطين والشام والعراق والسعودية ودول الخليج تروح إلى بلاد خراسان، تعدي إيران تماما لأنك مسلم. أول الجواز وهذه التأشيرة. هذا الرجل كان يمشي، باع كثير من البقر وعاد ببعضه، وأظلم عليه الليل في إحدى القرى. وكان زمان الضيف أول ما يظلم عليه الليل يطرق أي باب فيفتح له الناس وهم يعرفونه فيرحبون به ويكرمونه ويضيفونه حتى إذا أصبح الصباح استقبل الغد واستغل. هذا من كرم العربي، من كرم المسلم، ولم تكن هناك فنادق ولا نحو. المهم هذا الرجل أظلم عليه الليل فطرق باب بيت في القرية، ففتح له صاحب البيت ورحب به ضيف مرحبا أهلا وسهلا، وأدخل البقر الذي معه في السليبة أكرمكم الله، وجلس معه وتناول طعام العشاء. وكان هذا الرجل صاحب البيت لا يملك إلا زوجته وولده الشاب الوحيد الذي يريد أن يزوجه لكنه فقير لا يستطيع أن يزوجه،
المهم تحدث مع الضيف وعرض اخباره واحواله، وقال يلا استقبل بقى تناموا يا شباب، يلا ناموا. فهيأ الغرفة للضيف وابنه، فهيأ للضيف مكانا فراشا وفيرا، وهيأ لابنه فراشا عاليا. جلس الضيف على فراشه وجلس الولد على فراشه، جلس يتحدثان، ولم تكن هناك سرج في البيوت مصابيح. وعاد الرجل الى زوجته وحكى عن نظير صفه كذا وكذا، فعلمت الزوجه من زوجها ان الضيف يحمل في جيبه مبلغا كبيرا من المال. قالت له لقد اتت الفرصه. قال ما هي؟ قالت اتت الفرصه لنزوج ولدنا ونبني له بيتا فخما. قال لها كيف؟ قالت نقتل هذا الضيف وناخذ ما معه من المال. قال لا اتق الله يا رب، هذا ضيفنا ويجب ان نكرمه. قالت هذه ضروره واحنا فقراء محتاجون، والضرورات تبيح المحظورات. واخذت تداول وتحاول فيه وربما نقتل ونسرق، لا يسمى ضربا توسوس له وتقول له حتى اقنعته. فاخذا يخططان كيف يقتل الضيف ويفكران، وكان الشيطان ثالثهما. وبعد منتصف الليل قامت المرأة فأحضرت له سكينا حادة وأعطته لزوجه، وقامت خلفه وهو متردد ماذا يصنع وكيف يعمل. فهي تقصه من خلف جدع جم كلبك، هو بالفعل لم يقتل قبل ذلك، وهي أكرمكم الله تقول له تقدم والبيت مظلم ليس فيه سراج مش مصابيح. فتحسس رجل غرفة الضيف وأقبل على فراش الضيف وهي خلفه، تقدم بسرعة فمسك الضيف فوجده نائما، وأخذ الغطاء من على الضيف ثم تحسس حتى وصل إلى رقبته. فهذا يعطيني السكين، مطلوب السكين وبسرعة وضرب ضربا شديدا حتى فصل الرأس عن الجسد. فقال اعمل بسرعة نلقيه خارج البيت، فحملاه حتى خرج به خارج البيت، وفي ضوء القمر يفاجأ بأنهما قد قتلا ولدهما. من حفر لأخيه حفرة وقعها. ومن هول الصدمة صرخت المرأة وأغمي على الرجل ثم أغمي على المرأة، فأتى الجيران فوجدوا الوضع فبلغوا الشرطة، فأتت الشرطة فحملت الجثة وحملت الوالدين. ومن حول الصدمة حتى ما حدث تماما. فكانت النتيجة ضفناي، كانت النتيجة أن الرجل الذي قتل دخل السجن، وأن المرأة ظلت أرملة، وأن الولد دفن، والضيف أخذ ماله والصدق. السؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي حدث في غرفة الضيف بعدما ذهب الرجل إلى غرفة نومه؟ الذي حدث أن الضيف جلس يحدث الولد بعجائب مما رآه في أسفل وهو جالس على الفراش. فجاء الولد من لذة الحديث، جاء الولد وجلس مع الضيف على فراش الضيف، فأخذ يستمع الضيف ويستمع أثناءه، بينما هو يستمع نام على فراش الضيف. فكره الضيف أن يوقظه وتركه على الفراش ثم غطاه به، ثم ذهب إلى الفراش غير مهيأ وقال دول الناس أكرمون، أنا أفزع منهم لخليفة، وذهب إلى الفراش الآخر الخشب فنام